Belediye biliyor. Hocam birkaç tane özür şey alabilirsiniz. Evet, Mühim على بلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من شك أن الفلسطينيين الآن يواجهون معضلة التهجير، معضلة التقتيل، معضلة مصادرة الأراضي، التضييق على القدس وعلى سكانها، وبالتالي كل فلسطين الآن عرضة لمضايقات الاحتلال الإسرائيلي وللقتل وللتهجير ولكل ما يمكن من الجرائم التي لم ترتكب لغاية الآن ولم يسجلها التاريخ كما سجل الجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي سائر الأرض الفلسطينية. هذا من جانب آخر على الأمة العربية والأمة الإسلامية أن تأخذ دورها، لأن فلسطين تقع في عقيدة كل مسلم وفي حضارة كل عربي، وبالتالي يجب على الحكومات والشعوب والدول العربية والإسلامية أن تأخذ المواقف العملية لوقف هذا النزيف ولوقف هذه المقتلة بحق الشعب الفلسطيني اليوم قبل الغد، حتى يكونوا جديرين بالانتساب للأمة العربية والأمة الإسلامية. رسالتنا للأمة الإسلامية أن تأخذ دورها الحقيقي، وهي تمتلك أوراق ومواقف كثيرة لو سخرتها لأثرت على المسار الذي يجري في العالم اليوم ويجري على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا. ولذلك مرة أخرى نقول للأمة الإسلامية آن الأوان أن تتخذ المواقف العملية لوقف هذه الجريمة وهذه المقتلة بحق الشعب الفلسطيني. الشعب التركي كسائر الشعوب الإسلامية أولا نشكر نحن على مواقفه مع القضية الفلسطينية، ونأمل أن تكون هذه المواقف متقدمة أكثر حتى تؤثر، لأن تركيا لها تأثير كبير في الواقع العربي والواقع الإسلامي والواقع الأممي، ولذلك نحن نتطلع إلى الشقيقة الكبرى تركيا لدور أكبر فاعلية لوقف هذه الحرب الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.